السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عاملين ايه احلى اخوات؟ يا رب تكونوا بخير في اتم صحة وافضل حال. معلش بقى لو الاضاءة عندي مش قوي لان الكهرباء بتاعة المطبخ فيها مشكلة عندي، وانا منورة الرينج لايت بس. المهم قبل ما انسى بحب طبعا اسلم على كل حبايبي، كلهم بلا استثناء. وبحب طبعا أبارك لصديقتي مروة، ربنا يقومها بالسلامة، ربنا يرزق كل مشتاق يا رب كده بالذرية الصالحة. وندخل بقى في الفيديو بتاعنا إن شاء الله كده على طول. بحب أقول لها طبعا من خلال الفيديو بتاعي الحمد لله على سلامتك، وربنا يبارك في مولودك، ويكر عينك بيه كده إن شاء الله ويتربى في عزكم. المهم بقى النهاردة الوصفة بتاعتنا كده جميلة تنفع بقى لآخر الشهر، وهي كوجبة غذائية كده كاملة متكاملة. هنعمل ان شاء الله مع بعض احلى صينية بطاطس بالكفتة. معايا هنا بقى المكونات: نص كيلو من اللحمة المفرومة، معايا طماطم كده حمراء انا غسلاها، ممكن ما استخدمش الكمية دي كلها. معايا ما يقرب من كيلو بطاطس، مقطعاه مش سميك قوي يعني رفيع كده شوية، حاطه طبعا في مية. معايا هريسة شطة، معايا ملح، معايا فلفل. معايا هنا كده 4 بصلات، هاخد منهم 2 للكفتة و2 للبطاطس. معايا هنا 4 فصوص كبار من التوم، معايا ورق لورا، معايا هنا قرنين فلفل اخضر، مع نص حزمة من البقدونس. خدت كده العروق ورميت، خدت الاوراق قصدي ورميت العروق كده. تمام. دي كده بقيتها اهي. انا بقى هثبت التليفون واروح انضف البصل واضربه في الكبة ونرجع مع بعض تاني. حبايب قلبي، عملت البصلتين اهم، حطيت عليهم ملح وفلفل اسود، وعملت كده شوية البقدونس. وانا البصلتين التانيين رشيت عليهم ملح كده عشان ما يعملوش بس ريحة، وهرش عليهم برضو فلفل اسود كده. وهقول لكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي برضو مع الحاجات دي. انا بقى معايا اللحمة المفرومة بتاعتي اهي، هبدأ انزل بيها. طبعا انا ايدي نضيفة. تمام. هبدأ اخد جزء كده عشان بس الطبق مش كبير قوي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب انا هخلطها كويس قوي، وارجع لكم تاني، واقرصها وارجع لكم تاني. حبايب قلبي الغاليين، بصوا اللحمه اهي، لقيت كده الطبق هيبقى ضيق. طبعا بندمجها كده كويس مع البصل اهو. خلاص، هي اللحمه حمراء هنا، ما بكترش بصل قوي. تمام. لان انا هستعمل بصل هنا مع البطاطس. بعملها بقى اقراص كده مربعه، مدوره قصدي، معلش اهو. انا بوريكم بس، واقرص بقى كده في الطبق. هي كده كده بتكش يعني اهو. هعملها بقى كلها ونرجع مع بعض تاني. تمام. حبايب قلبي الغاليين، خلاص خلصتها كده المنظر الجميل ده، قرصتها كده اهو. هبدأ بقى اجيب هنا ايه، هنزل بالبصل ده كده الشرايح اهو. انا رش عليه، اقطع بقى عليه الفلفل الاخضر ده انا مش هفرده من بعضه يعني، هسيبه كده اهو. قطعت عليه الفلفل، انما هرست الشطه هحطها مع الطماطم اهو. يا رب تبقوا شايفين. هنزل هنا بقى ايه، اوعوا تكونوا شفتوني هنزل بقى بورق الغار، بس هشطفه الاول عشان ما شطفتوش اهو. بجد طعمها بيبقى تحفه اهو. والثوم دول 4 فصوص توم، هعملهم كده ايه. انا عايزه بس ايه النكهه بتاعت الثوم اهو. ده كده كان متفرز عندي صراحه، كسلت بس كده. هبدأ بقى ارص في الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. البطاطس معايا بقى نضيفه كده زي الفل
هبدأ بقى ارص كده واحط قطعة من البطاطس، من سوري، من البصل جنب الكفتة كده، وارص كده واحط برضو قطعة كده وقطعة كده اهو زي ما انتوا شايفين في النص اهو. هعمل العملية دي كلها كده اهو، اخد كده اهو لحد ما ارص الصينية كلها وارجع معاكم تاني. شايفين انا بعمل ايه؟ حبايب قلبي الغاليين، عملناها كده بالمنظر الجميل ده زي ما انتوا شايفين. تمام. صفيت هنا بقى الطماطم بتاعتي اهي، اضيف هنا بقى على الطماطم شوية بابريكا. تمام زي ما انتوا شايفين كده اهو، هبعد بس كده شوية بابريكا كده يعززوا معايا لون الطماطم، شوية كمون اهو بيدوني برضو تستحل. هحط شوية فلفل اسود كده كمان اهو. طبعا هضيف شوية ملح اهو، حطينا ملح هنا اهو، حطيت الملح بس كده عشان البطاطس بتاعتي تبقى. هنا بقى معلقة كده من هريسة الشطة برضو، واعمل كل ده كده مع بعضه واقلب. اخد كده الهريسة دي كده، حطيت كل حاجة، حطيت هريسة الشطة، حطيت وانا صفيت الطماطم على فكرة اهو، دي القشور كده بتاعتها. ابدأ بقى اقلب الطماطم دي كده كويس، وهبدأ انزل هنا بقى حطيت بقايا الفلفل الاخضر والورق اللورا. هبدأ انزل بقى كده بالطماطم دي لان انا هسويها في الفرن. تمام، مش هسويها فوق البوتاجاز. مش مهم لو فضلوا شوية طماطم، ممكن بس تغلي واضيفهم تاني. واخدين بالكم اهو زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر الجميل ده. انا بقى مش هحط سمنة للبطاطس دي، انا هحط لها زيت ذرة خليها تحفة. جربوا كده زيت الذرة اللي هو عافية ده، حطوه كده على البطاطس بجد بتبقى تحفة. زيت الذرة بيبقى جميل اهو. حطيت لها كده شوية محترمين. ممكن اغطيها بغطا في الفرن، وممكن اغطيها بألمونيوم فويل زي ما انت حابة يعني. تمام، هستنى بس ايه تتشرب شوية من الصلصة واحط لهم شوية الصلصة الباقيين. يلا حطوا لايك بقى لأحلى صينية بطاطس بالكفتة، ولما تطلع بقى ان شاء الله نوريها لكم. يلا بينا حبايب قلبي الغاليين، عملناها كده بالمنظر الجميل ده زي ما انتوا شايفين. تمام. صفيت هنا بقى الطماطم بتاعتي اهي، اضيف هنا بقى على الطماطم شوية بابريكا. تمام زي ما انتوا شايفين كده اهو، هبعد بس كده شوية بابريكا كده يعززوا معايا لون الطماطم، شوية كمون اهو بيدوني برضو تستحل. هحط شوية فلفل اسود كده كمان اهو. طبعا هضيف شوية ملح اهو، حطينا ملح هنا اهو، حطيت الملح بس كده عشان البطاطس بتاعتي تبقى. هنا بقى معلقة كده من هريسة الشطة برضو، واعمل كل ده كده مع بعضه واقلب. اخد كده الهريسة دي كده، حطيت كل حاجة، حطيت هريسة الشطة، حطيت وانا صفيت الطماطم على فكرة اهو، دي القشور كده بتاعتها. ابدأ بقى اقلب الطماطم دي كده كويس، وهبدأ انزل هنا بقى حطيت بقايا الفلفل الاخضر والورق اللورا. هبدأ انزل بقى كده بالطماطم دي لان انا هسويها في الفرن. تمام، مش هسويها فوق البوتاجاز. مش مهم لو فضلوا شوية طماطم، ممكن بس تغلي واضيفهم تاني. واخدين بالكم اهو زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر الجميل ده. انا بقى مش هحط سمنة للبطاطس دي،
انا هحط لها زيت ذره خليها تحفه. جربوا كده زيت الذره اللي هو عافيه ده، حطوه كده على البطاطس بجد بتبقى تحفه. زيت الذره بيبقى جميل اهو. حطيت لها كده شويه محترمين. ممكن اغطيها بغطا في الفرن، وممكن اغطيها بألمونيوم فويل زي ما انت حابه يعني. تمام. هستنى بس ايه تتشرب شويه من الصلصه، واحط لهم شويه الصلصه الباقيين. يلا حطوا لايك بقى لاحلى صينيه بطاطس بالكفته، ولما تطلع بقى ان شاء الله نوريها لكم. يلا بينا حبايب قلبي الغاليين، عملناها كده بالمنظر الجميل ده زي ما انتم شايفين. تمام. صفيت هنا بقى الطماطم بتاعتي اهي. اضيف هنا بقى على الطماطم شويه بابريكا. تمام زي ما انتم شايفين كده اهو. ابعد بس كده شويه بابريكا كده يعززوا معايا لون الطماطم. شويه كمون اهو بيدوني برضو تستحل. هحط شويه فلفل اسود كده كمان اهو. طبعا هضيف شويه ملح اهو. حطينا ملحنا اهو. حطيت الملح بس كده عشان البطاطس بتاعتي تبقى. هنا بقى معلقه كده من هريسه الشطه برضو، واعمل كل ده كده مع بعضه واقلب. اخد كده الهريسه دي كده. حطيت كل حاجه، حطيت هريسه الشطه، حطيت وانا صفيت الطماطم على فكره اهو. دي القشور كده بتاعتها. ابدا بقى اقلب الطماطم كده كويس، وهبدا انزل هنا بقى حطيت بقايا الفلفل الاخضر والورق اللورا. هبدا انزل بقى كده بالطماطم دي، لان انا هسويها في الفرن. تمام. مش هسويها فوق البوتاجاز. مش مهم لو فضلوا شويه طماطم، ممكن بس تغلي واضيفهم تاني. واخدين بالكم اهو زي ما انتم شايفين كده بمنظرها الجميل ده. انا بقى مش هحط سمنه للبطاطس دي، انا هحط لها زيت ذره خليها تحفه. جربوا كده زيت الذره اللي هو عافيه ده، حطوه كده على البطاطس بجد بتبقى تحفه. زيت الذره بيبقى جميل اهو. حطيت لها كده شويه محترمين. ممكن اغطيها بغطا في الفرن، وممكن اغطيها بألمونيوم فويل زي ما انت حابه يعني. تمام. هستنى بس ايه تتشرب شويه من الصلصه، واحط لهم شويه الصلصه الباقيين. يلا حطوا لايك بقى لاحلى صينيه بطاطس بالكفته، ولما تطلع بقى ان شاء الله نوريها لكم. يلا بينا حبايب قلبي الغاليين، هنعمل بقى الرز بشعريه. حطيت كده قطعتين كبار من السمنه البلدي، هحطهم على النار. تمام. واضيف شويه زيت ذره كده الكبه خليها كده اهو. اضيف شويه زيت ذره هو تقل بالله، يدونا كده فرفره للرز بتاعنا ويبقى حلو بيلمع. تمام. هضيف بقى الشعريه. فتحت كده كيس الشعريه، احط شويه شعريه كده محترمين. تمام اهو زي كده. وابدا احمر بقى الشعريه. تمام. انا بحب الشعريه كده كتير فيه شويه. خلاص كده. ومعايا الرز بتاعي اهو، حطيته في المصفى وهبدا اغسله في المصفى. انا معليه النار. صينيه الكفته بقى بالبطاطس في الفرن. نفصل بقى لحد ما تتحمر كده الشعريه ونرجع معاكم تاني. حبايبي الغاليين اهو خلاص الشعريه قربت اهي، ما حرقهاش اهي، خلاص قربت تتحمر. للبنات بقى الحلوين لازم كده نحمر الشعريه ما نغمقهاش. طبعا انا عارفه ان انتوا كلكم شاطرين اهو. خليها باللون الحلو ده، بيبقى فيه كده ايه سمنه كفايه ان احنا نحمر فيها الشعريه بالمنظر ده. شايفين الشعريه لونها ذهبي كده وحلوه.
وابدأ بقى انزل بالرز بتاعي. في اللحظة دي انا غسلاه ومتصفي طبعا. ببدأ اقول بسم الله وابدأ انزل بالرز بتاعي. في ايه بسيط من المية. هبدأ نزلت بيه كله اهو. في الخطوة دي بقى لازم نحمر كده الرز بتاعنا كويس بالشعرية اهو. بنزل بالملح اهو، شوية ملح كده محترمين تمام. واحمر فيه بقى. في ناس بتحط الشوربة او المية في الخطوة دي، لكن لا، لازم نحمره كويس. نحمر الرز كده كويس عشان ايه يدينا نتيجة اجمل وطعم طبعا احلى لما بنحمره كده. انا هحمره بقى اللهم صل على النبي، واعمله بالشوربه او الميه زي ما انت حابه. في الاخر نقدمه مع بعض. حبايب قلبي الغاليين، خلاص حمرناه وطشيناه كده بالشكل الجميل ده. وهبدا بقى اغطيه وخلاص على كده. اهو غطيته، خليه بقى يستوي. يلا حبايب قلبي الغاليين، اهي بقى صينيه البطاطس التحفه اهي بالكفته. بصوا شكلها روعه. حمرت طبعا الوش بتاعها. ودي طبعا الرز ابو شعريه الجميل. هنطلع بقى كده ان شاء الله ايه، نقدم لكم بقى جنب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا استوت. نطلع كده اهو. دي طبعا كفتايه اهي. في واحده تاني اهي، نحطها كده بالمنظر الحلو ده اهو. البطاطس استوت على فكره. بصوا بجد تحفه. بصوا البطاطس استوت جدا على فكره. بصوا اهي، بجد خطيره. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ بجد طعمها تحفه وريحتها بصوا قلب المنطقه كلها. انا جعت. والرز بصوا بيطلع بخار ازاي. لسه كده ايه مطلعينه. بصوا شكلها تحفه. يلا اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير. بحبكم في الله. احلى اخوات، مع السلامه.